يعني أولا بنشكر وزارة الداخلية إن هي قبضت على الناس اللي هي متورطة في عملية منصة FBC اللي هي نصبت على العديد من المصريين بملايين الجنيهات. يعني احنا بنشكرهم طبعا، هم سرعة ضبط هؤلاء ده شيء ممتاز جدا. طبعا من بيان وزارة الداخلية عرفنا ان هم ناس بيحملوا جنسيات أجنبية قاعدين يعني مقيمين في مصر. بس كنا عايزين نعرف، يا ريت كانوا قالوا لنا هي ايه الجنسيات ديت، يعني هي جنسيات احدى الدول برضو شغالة برضو معانا ولا ايه؟ وبيقول لك ان في ليهم عناصر بالخارج. طب يعني هو ده ضرب برضو للاقتصاد المصري بالطريقة ديت؟ رغم ان فعلا في تحذيرات كتير جدا للشعب المصري وللناس ان انتوا ما تدخلوش في منصات زي ديت وحاجات ما نعرفش اولها من اخرها. وفي الغالب يعني اتكررت عمليات النصب، ولكن الناس يعني للاسف ما بتتعظ. وفي نوع من الايه، يعني عايزين يحققوا مكاسب مش مهم ازاي يعني. لكن في النهاية بتبقى الكارثة ان هو بيحصل عمليات نصب، والناس بتقعد تصوت وتصرخ وتقول الحقونا فلوسنا ضاعت فلوسنا راحت. طب ما انت يعني ما انت برضو اللي حطيت فلوسك يعني. وبعدين يعني الناس اللي هي قاعدة في مصر ديت يعني يعني لما يبقى فيهم ناس نصابين وناس، هم يعني المفروض ان يبقى في، يعني الناس دي قاعدة ليه؟ تفتيش، يبقى في تفتيش على الناس دي على اقامتهم. هم قاعدين ليه اساسا؟ يعني اكيد ناس نصابه مش قاعدين بقى عشان يستثمروا بقى، يا اما بيستثمروا في قفانا احنا، بيستثمروا في النصب علينا، يعني بيستثمروا في سرقه الناس. وبعدين اكيد يعني الناس اللي هي يعني من جنسيه احدى الدول دول او العناصر الاجنبيه دي، اكيد عشان ياثروا في الشعب المصري، اكيد هم لغتهم يعني معروفه او يعني الشعب المصري فهمها يعني، عشان يقدر يأثر فيه بقى ويقول له تعالى بقى ده انت هتكسب وهتحط الألف جنيه هيبقى 10,000، وال10,000 يبقى 20,000. والطريقة دي ما ده برضو تضيع الودان يعني. فاحنا بنطلب يعني ان احنا برضو نشدد على جنسيات الدول اللي موجودة وموجودين ليه، واللي بيتضح ان في ناس منهم عصابات فعلا اصلا، زي العصابات اللي كانت هربانة برضو اللي قالوا عليها 9 طويلة ولا معرفش ايه، اللي راحوا ثبتوا بعض الناس في اماكن، يعني على ما قرينا يعني في بعض المواقع اللي في ناس استغاثت من جنسيات موجودة ثبتتهم يعني. فايا كانت المعلومات ديت، كانت المواقع دي نشرها صح او غلط، بس احنا برضو بنطلب ان هو يكون في تقنين للناس دي. الناس دي قاعدة ليه اساسا؟ ما يروحوا بلدهم ويخفوا عننا بقى، يعني مبقاش نصب يعني صرف ومن نصب كمان، يعني حرام يعني كده.